سلام سلام فراشات، لاباس عليكم؟ كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم بصحة جيدة، وكنتمنى انكم تكونوا كدوزوا وقيته زوينه كي غاديين مع هاد الصهودات. انا بعدا اكثر حاجه كتقضي عليا هي الصهد والحراره. اي والله يرحمنا يا ربي. عقلتوا فين خليناها اخر مره؟ خليناها فاش راكيل كانت باغا تهرب ياك، جات واحد تجيب كحله ديالو وموراها. خليونا نكملوا الجزء الثاني ونشوفوا شنو غادي يوقع للزغبيه ديال راكيل. يلا بلا ما نطول عليكم خليونا نبداو. وقف باللوطو قريب ليها وكان مهبط الدجاج وكيشوف فيها، وحتى هي كانت كتشوف فيه. كان هادئ كالم، والملامح ديال وجهه كانوا باردين. كيطلعها بعينيه وكيهبطها غير بشويه. الخوف اللي واضح عليها، داك التيشيرت البيض ديالها اللي كان موسخ بالماء احمر، قضيه انها كتهرس الزجاج ديال الجيب باش تهرب، كلشي كيأكد ليه باللي شكو طلع صحيح. وهي بصح دخلت للحمام وشافت كلشي. راكيل كتسمع صوت كيغوت عليها لداخل بكلمه وحده، وهي ران. جري جري جري. وهذاك الشيء اللي دارت، هزت تليفونها ودارت كتجري بلا ما تعرف لفين، غير كتجري باقصى سرعه تقدر عليها. مرفق يدو كان محطوط على الشرجم اللي حداه، ميل راسو وبدا كيحك على لحيته بشويه وكيشوف فيها وهي غاده كتدخل الغابه والظلام. كان باقي مبراد وكيفكر بلي هذيك الليله ما غادي تساليش كيف ما كان بلاني ليها تسالي. حيد الكونتاكت، حل الباب ونزل. كان بسروال ديال الجين كحل والقاط بنفس اللون، تيشيرت كحل وجاكيطه كحله. هز عينيه كيشوف السما وقطرات الشتا الرقاق كيطيحوا على وجهه، خفاف وضعاف. غمض عينيه واخذ نفس عميق باش يتهدن. راكيل كانت كتجري في الظلام وكيضوي عليها غير الفلاش ديال التليفون اللي مازال كيصور. رجليها كانوا كيصدموا على الحجر وعلى العواد كتجرح، ولكن تركيزها كان غير على كاسيو وهروبها. ما كانش كتحس برجليها، كتشوف وراها وكيبانوا ليها الضواو ديال الدار كيبعدوا. ما عارفاش فين تمشي، ولكن عارفه انها خاصها تبعد. وفي هذيك اللحظه كان هذاك هو المهم بالنسبه ليها. تسمع واحد الصوت اللي خطفها، كان صوت تليفونها وصل ل10%. وقفت من الجرا كتنهج بالجهد وكتشوف حولها. شافت في الشاشه وطلع ليها بلي خاصها تركب الشارجور، وركات على اوكي وقدت معاها الكاميرا وهي مازال كتمشى بالزربه. كان كلامها متقطع بحالو بحال انفاسها. قالت هو رجع، غيكون تابعني باش يلقاني. انا راني هاربه في الغابه وما عارفاش فين غنمشي، ما عرفتش شنو ندير، ولكن غنبقى غير كنجري. ما نقدرش نبقى نصور دابا، ضروري خاصني نحبس باش نحافظ على الشارج. مازال محتاجه الفلاش باش ندوي به الظلام، حيت السما مغيمه وما كاينش الضوء. ما عرفتش واش غنقدر نهرب، وما عرفتش واش غيوصلكم هذا الفيديو. كنتمنى انه يوصل، وحتى الا مت تعرفوا شكون دار هذا الشيء وفين انا. كانت غادي تحبس الفيديو، ولكن شي حاجه فيها لداخل خلاتها تخليه. وقفات في هذاك الظلام وعينيها غرغروا. رجعت قدات معاها الكاميرا وقالت ماما، خاصني نقول لك هادشي حيت يمكن ما تكونش عندي فرصه اخرى. يمكن هذه اخر مره تشوفيني وتسمعيني. خدات نفس وقالت سمحي لي بزاف. اخر مره هضرنا قلت لك كلام خايب بزاف وجرحتك، ندمت بزاف، ولكن عنادي هو اللي ما خلانيش نرجع نعتذر. ماما، كان عندك الحق في كل شيء. انا غير طايشه وما عمرني عرفت اشنو ندير، غير كنخربق في حياتي وكيحسب لي راه انا اللي عندي الحق وكلكم غالطين. انتي وبابا درتو جهدكم وربيتوني مزيان. الغلط ما عمره ما كان فيكم، من ديما كان فيا انا. كنتو باغيني نعيش حياه مزيانه ونكون بخير، ولكن انا ما فهمتكم حتى فات الفوت. تعكلات، كانت غادي تطيح ولكن شدات راسها. بدات كتبكي ودورات الكاميرا حتى مسحات عينها وقالت شكرا على كل شيء بابا، وحتى انت يا ماما. كان بغيكم وكان وعدكم الى عشت غادي نرجع نسكن معاكم وغادي نمحي ديك لاشين. ما نقدرش نتخاصم مع ليزا حيت اختي ماشي غير صاحبتي. كنتمنى انكم تفهموا هادشي وتقبلوه. غادي نتصالح مع دانيال وغادي نتزوج به كما بغيتو.
غندير اي حاجه قلتوها ليا. بالزربه حبسات الفيديو حيت بدات كتبكي بواحد الصوت مجهد. هي ماشي بكايه، شجاعه وشخصيتها قويه، والدموع ديالها بعاد باش يطيحوا. ولكن راه صعيب تبقى قوي وانت ضايع وسط الظلام، ويمكن يكون تابعك شي واحد باغي يقتلك. كتبكي ومازال هربانه. الفيديو صفطاتو ليزا، عارفه بلي الرزو ما كاينش، ولكن كتفكر بلي يمكن شي لحظه يرجع ويمشيو لي ميساج. شافت حولها الاضواء ديال دارو واللوطو ديالو ما بقاوش كيبانوا ليها، كيبان لها غير الظلام. شعلات الفلاش في تليفونها ووقفات كتشوف هنا ولهيه. ما بقاتش قادره تزيد، نفسها تجهد والرئتين ديالها كيضروها وحتى صدرها. وقفات حدا واحد الشجره وتكات عليها بظهرها كتنهش. كان واحد الهدوء مريب داير بيها، الريح اللي محركه كانت خفيفه. هذاك الشيء علاش حتى صوت الشجر كان منخفض. واللي اول مره كتكره الصمت والوحده والظلام اللي من ديما كانت كتبغيهم. بغات اصوات مرتفعه، بغات يكونوا دايرين بها بزاف ديال الناس والضواو، بغات احساس الخوف يمشي. هاد الحماس والادرينالين والرعب اللي كانت ديما كتقلب عليهم مع صاحبتها في الديور المسكونه والغابه والاماكن الخطيره، دابا بغاتهم يحبسوا. حيت كاع المغامرات اللي عاشت مع صاحبتها كانوا غير في سبيل المتعه، وكانت عارفه بلي ما فيهمش خطر حقيقي يمكن يأذيها. حيت الخطر الحقيقي هو راجل سايكوباتي كيقتل الناس وكيقطعهم وكيطيبهم في الفران، وكيصنع منهم عشاء فاخر وبنين، كيتنغموا مع كاس نبيذ ايطالي غالي. وهذا الراجل يمكن يكون قريب ليها وهي ما عارفاش. غمضات عينيها وزيرات على التليفون في يدها، سمعات صوت ديال الغصن كيتسحق في الارض وتخطفات بالشهقه. قلبها بدا كيضرب في صدرها بواحد الطريقه جنونيه، وجسمها كله بدا كيترعد، انفاسها تخربقوا. حلات عينها بالزربه كتشوف هنا وليه، كتمنى تكون غير كتخايل. كتضوي بالفلاش وكتدور بحال الا كتقلب عليه. سكات وما كتشوف والو، هادشي كيزيد رعبها. ما قدراتش تستحمل داك الضغط وهي تقول واش هذا انت. ما جاوبها حد. انفعلات وهي كتشوف هنا وهنا بحال الحمقى وقالت الا كنتي هنا هضر معايا، ما تبقاش ساكت. جاوبها بصوته الهادئ كديري المشاكل فريكلس، يعني مولات النمش. صوته كان قريب بزاف بحال الا راه قادر يقيسها، مسترخي ومرتاح ما على بالوش، ونوعا ما كان مستمتع بهاد المطارده، خصوصا انه كيعيط عليها بهذيك الكلمه بحال الا كيعيط على الحبيبه ديالو او لشي شخص مقرب ليه. راكيل وهي كدور في بلاصتها وكتضوي الظلام اللي داير بيها باش تشوفو. خرج لعندي، خرج، ما تبقاش نخباه. كانت كتفضل انه تشوفو ويواجهها على انه يبقى كيدور عليها بحال هكاك في الظلام. ملي كتسمع صوته بلا ما تشوفو هادشي كيزيد يخوفها، حيت كتحس به باللي راه في كل بلاصه، بحال الا هو هذاك الظلام كامل اللي داير بها وما عندوش الحدود. قال كاسيو كان خاصك تنعسي ملي قلتها ليك فريكلس. صوتو هاد المره سمعاتو عند ودنيها، ما عرفتش واش بصح اولا غير كتخايل، ولكن راه خافت لدرجه انها شهقت بالجهد ويدها فشلو عليها وطاح ليها التليفون. بلا ما تضيع الوقت تحنات ليه هزاتو وبدات كتجري عاود بلا ما تعرف الاتجاه فين، وغير كتبكي يا ربي عاوني، يا ربي عاوني، يا ربي عاوني. وحيت عقلها مرفوع وكتجري بسرعه تعكلات، وهاد المره طاحت، تخبطات مع واحد الشجره عاد مع الارض، وما بقاتش قادره تحرك. جسمها كامل كيتألم وعظامها كلهم كيضروها، كتحس بحال الا العالم طاح عليها. الضربات في راسها وضغط واحد شويه، شحال وهي كتشوف غير في الظلام. شويه بشويه عاد بدات كتوعى باللي كاين شويه ديال الضوء. دورات راسها بشويه للجنب وكيبان ليها طيف التليفون ديالها طيح ومقلوب، يعني الفلاش كان موجه للسما ومضوي شويه حداها. قال كاسيو كان خاصك تهربي ملي يلاه تلاقينا. دموعها نازلين على جناب راسها، باغيه تنوض تهرب ولكن ما قدراتش. كتحرك بشويه ولكن فاشله، وما عرفاش واش حيت مضروبه او لا حيت عقلها ما بقاش قادر يخدم باش يعاونها. كتسمع صوت كاسيو هادر معاها ولكن راه مازال ما قدرت تشوفه. كان بحال شي شبح كيطوف بها، حاسه بالوجود ديالو، كتسمع صوته ولكن ما كتسمعش الحركه ديالو. وكل مره صوته كيجي من جهه كالم ومنخفض عميق وخشن، مازال كيخلي القشعريره كتسري مع جاتها، ولكن هاد المره بالرعب
وماشي بالرغبة. قال ما كانش خاصك تركبي معايا في الطوموبيل، ما كانش خاصك تجي معايا لداري، وما كانش خاصك تخليني نقرب منك، وما كانش خاصك تقلبي وتشوفي حوايج ما خاصكش تشوفيهم. قالت له هي منكسرة. عافاك، انتي كتزربي بزاف، حمقى، شجاعة وما كتخافيش، ما كتفكريش قبل ما ديري الحاجة، وفوق من هادشي كامل النية. غمضات عينيها، اخيرا سمعت صوت خطوات وحتى وصل عندها. وقف حدا راسها تماما، حلت عينها بشوية حيت خايفة تشوف فيه. كان واقف عند راسها بحال الظل، كحل وطويل. حبسات النفس وقلبها سكت، وهو بشوية جلس حدا راسها كيشوف في وجهها اللي مقلوب قدامه، وكتشوف هي في وجهه الضو ديال تليفونها وصلو شويه خفيف وباهت ضرب ليه غير في النص ديال وجهه. قال والناس اللي بحالك ديما كتوقع عليهم نفس الحاجه. بشويه ترفعات وحده من زوايا فمه، اول ابتسامه تشوف منه هاد الليله، واكثر ابتسامه مريضه تشوفها في حياتها كلها. زادت حنا عندها كيشوف في عينها، وخفت صوته كتر بحال الا كيهمس ليها وقال كيموتوا. هذيك الكلمه كانت بحال الاشاره لجسمها كامل باش ينتفض. تحركت بالزربه رغم الالم، نطت من الارض ووقفات وبالجرة هزات التليفون ودارت باغيه تجري وتهرب منه عاود. ولكن هاد المره مد يده وشدها من شعرها وجرها عنده بالجهد حتى طاح ليها التليفون، وتخبطات مع صدرو وهي كتغوت طلق مني طلق مني. حاولت تطبق داكشي اللي تعلمات في حصص الدفاع عن النفس اللي كانت كتمشي لها مع ليزا. ضرباتو لصدرو والكرشو، ولكن الضربه ديالها كانت ضعيفه ما زعزعوهش. حتى ركلاتها كانوا بدون قوه قدامه، ضرباتها كانوا كيألموها هي ماشي هو. عيات تكابر وتقاوم وهو واقف جنب ما كيتحركش، ما كتشوفوش حيت كان ظلام. وهاد المره تليفونها طاح مقلوب والفلاش جهه الارض الظلام. وهذاك الراجل كانوا تركيبه خطيره ممكن تقتل بالخلعه. انك تضربي وتقاسي جسم بهذيك الضخامه والقوه في الظلام يخليك تخيل بحال راكي مقاتله مع مخلوق غير طبيعي، شي مخلوق خيالي من قصص الرعب. ملي عرفات باللي ضرباتها ما عندهم حتى نتيجه حبسات، ما غاديش تخسر الطاقه ديالها في شي حاجه اللي ما غتنفعها بوالو. كتنهج، كتسمع غير انفاسها هي وانفاسه هو، كترتعش وكتحس بجسمه سخون وشعرها كيضرها حيت مازال شادها منه. قال هو مبتسم ساليتي، قالها بشويه وحسات بانفاسه سخان على البشره د وجهها. ما هضراتش حيت ما عرفاش اشنو خاصها تقول ليه، تسبو ترجاه تلقى تمشي في حالها. ما عرفاتش. رخى ليها على شعرها وشدها من يدها، تحنا هز التليفون حلو طفى الفلاش ودارو في جيبو، ووسعات عينيها بشهقه ملي حست به هزها ودارها على كتفو. راكيل شعرها مدلي وحتى يديها، شدات على الجاكيطه ديالو من ظهره وقالت كنكرهك. بدا كيتمشى في واحد الاتجاه، هو ما كانش محتاج الضو باش يتمشى وسط الغابه، ديما كيمشي ويجي فيها. داكشي علاش كان حافظها شجره بشجره، قادر يتحرك فيها بحريه واخا يكون عمى. الغريزه ديالو هي اللي كانت كتقودو، كان بحال شي حيوان في لازون ديالو كيتمشى بثقه وهدوء وعارف طريقه مزيان. راكيل ما غوتاتش وما بقاتش، ما بقاتش مضربه معاه وكتركل باش يحطها، بقات قاطعه الحس وساكته، عارفه بلي ما غاديش ينفذ اوامرها وما غاديش يتاثر ببكاها، وعارفه بلي هي ضعيفه قدامه وما تقدرش تقاتل معاه. بقات كتفكر اشنو دير. ها هو شدها، ولكن هي مازال ما فقدتش الامل، مازال كتخطط في راسها كيفاش تهرب، كيفاش تقاتل معاه وتحرر منه. ما حدها مازال كتطلع النفس، يعني الموضوع مازال مساله دقائق طويله الظلام والسكات والشعور القوي بالخوف والضعف. وبداو كيبانوا ليها الضواو في الجناب، قلبها تزير. فجأة تمنى تكون غير بقاو في داك الظلام وما وصلوش. وصلوا للدار، كتشوف في اللوطو ديالو في الطريق اللي جا منها، كتحلل الوضع بعقل مضبب وكتحاول تركز. قلبها كيضرب بالجهد بسبب الخوف والادرينالين اللي ضرب ليها في الدم، وما عرفتش علاش بغباء بدات كتنطر منه زعما باش تهرب. زير عليها بيدو بلوكي حركتها، حسات بالعجز وغوتات بلا ما تحس. كنكرهك كنكرهك الحمار. بدات كتضرب في ظهره وهو ما متاثرش،
طلع الدريجات اللي قدام الدار حتى وصل للباب، حلو ودخل، سدو بالساروت وهي كدبز معاه. كمل طريقه لداخل ولحها بالجهد فوق واحد الفوتوي. طاحت عليه وتخربق شعرها على وجهها. نات توقفات باغيه تهرب للباب وهو نطق بشويه. جلسي. حبست كتشوف فيه وكتنهج مزير على قبضة يدها. نظراته قويين وقاصحين كيبينوا لها انه تهديد ماشي مجرد امر. عاود نطق مورك على الحروف. جلسي. خدات نفس عميق وجلسات. ما تقدرش تعاندو وتقاتل معاه وهي في الملعب ديالو. وخا تهرب للباب راه مسورت، ما عندهاش خيار من غير انها تجلس وتسنى الفرصة المناسبة. الفرصة المناسبة باش تتحرك وتحرر منه. لح سوارت على الطابلة الخشب اللي بيناتهم ورفعات هي حجبانها كتشوف فيهم. كاسيو حيد الجاكيطه ديالو لحها على الفوتوي حداها وجلس على الفوتوي لشخص واحد مقابل معها. شافت فيه ولقاتو جبد تليفونها من جيبو وحلو كيبان ليها كيقلب فيه وهي كتبلع ريقها. حتى سمعات صوتها وعرفاتو لقى الفيديوهات. غمضات عينها مزيرة عليهم وهو كيتفرج. حلات عينيها كتشوف باغية تعرف ردة فعله، ولكن كان كيتفرج بوجه خاوي من المشاعر. زاد خافت، خايفة من شنو ممكن يدير فيها ملي يعرف انها صورت كل شي وكانت ناوية تفتحو. بدات كتشوف جنابها، كتقلب على سلاح تستعمله، كتخطط كيفاش تتعامل معاه ملي يهاجمها. كمل الفيديو، مال القدام حط التليفون على الطبلة، مخلي تركيزها يرجع ليه. شفت فيه تقاد في الجلسة مرتاح فيها اكتر، ظهرو على الفوتاي مفرق رجليه ويديه على التكايات وعينيه عليها، وعاد قدرت تلاحظ لاغريس في يديه. قال عرفتيني فين كنت؟ ما جاوباتش، مستغربه كيفاش هذا مازال مبرد واخا داكشي اللي شاف. مشيت نصايب ليك الطوموبيل ديالك. سونيا رفعات حاجبها. تصايبها؟ وعلاش؟ كيطلعها ويهبطها بعينيه، حوايجها المسخين بالغيس وحتى شعرها، رجليها ويديها. قال ليها كنت ناوي غدا الصباح نوصلك ليها باش تمشي تكملي طريقك. شافت فيه بصدمة. كنتي؟ ارجعوا عينيه لعينها. كنت، حيت دابا ما بقيتش قادر نخليك تمشي. حركات راسها بالزربه. لا 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 لا، شوف انا كنواعدك ما غادي نقول والو، كنواعدك غادي ننسى. شوف، بدات كتشير التليفون. مسح هذاك الفيديو، مسح الميساجات ومسح كلشي، وكنقسم ليك الا خليتيني نمشي ما غاديش نجبد هادشي لشي واحد، كنقسم ليك. شاف فيها بهدوء كيخلع وقال ما تكذبيش، ما كيعجبنيش الكذوب. انا انسانه انانيه عكاسو، هادوك الناس اللي الفوق اللي كاينين في الفريغو انا ما كنعرفهمش، ما عندي بهم حتى علاقه. علاش غادي نمشي نبلغ بيك حيت قتلتيهم؟ انا ماشي سوقي، انا بغيت غير نعيش. دابا انا سوقي غير في حياتي اللي بين يديك. كنقسم لك ما بقيتش ناويه نبلغ بيك اولا نعاود هادشي لشي حد، غيبقى سر نديه معايا للقبر. بدا كيدوز يدو على الحيط وكيشوف في عينها مباشره وقال دابا. هزات حجبانها بعدم فهم. كيفاش؟ قلتي دابا وانا مسيقك. مازال ما فهماتش وكمل هو كيهضر بشويه عليه. دابا انتي قدامي وخايفه مني، حياتك ولات اهم من كل شيء وباغيه تعتقيها. داكشي علاش كتحلفي وكتواعدي بحوايج قادره توفي بهم غير دابا. دابا وصافي. ما فهمتش اشنو كتحاول توصل ليا؟ تكا على الفوتوي. ملي غادي تمشي من هنا، ملي تبعدي مني وما نبقاش قريب ليك، ما غاديش تبقاي خايفه مني ناديك، ضميرك غيفيق وما غاديش تبقاي انانيه. هي كتحرك راسها بالله وهو كيحرك راسو بايه وكيقول وغتمشي لاقرب بوليسي بان ليك وغتقولي ليه كل شيء. لا لا والله ما نديرها، راه قلت ليك ما كيعجبنيش الكذوب. عافاك. قال ثقي بيا، ما كنتش باغي هادشي يوقع. بدا كيحرك لسانه في فمه لداخل وهو كيطلعها ويهبطها وقال ما كنتش باغي ناديك حيت عجبتيني ودوزت احسن وقت في حياتي كلها وانا معاك. بلعا طريقها، ما تنكرش باللي حتى هي حسات هكاك، ولكن قبل ما تعرف حقيقته. وقالت ليه اشنو باغي دير بيا دابا؟ قال لها بنبرة امر حيدي حوايجك. حلات عينيها كتشوف فيه
وبان ليه فيهم بزاف ديال الخوف والتوتر، وحركات راسها بالله. طلع حاجبو، حيديهم راكيل. ما بغيتش، اما تحيديهم بخاطرك اولا نقطعهم عليك. كان كيهضر بهدوء مرعب، كتحس باللي هدرته كلها حقائق وتهديداته كلهم جديين، زيرات على قبضة يدها. الا كنتي غادي تقتلني غير ديرها نيشان وبالزربه، بلا ما تعدى عليا ولا تعذبني. راكيل، ماشي انت اللي غتختاري واش نقتلك وكيفاش وشنو ندير فيك. زيرات على سنانها، ثواني دازو وهي ما كتحركش. دار يدو في جيبو وجبد واحد الموس القبضه ديالو كحله، حلو ولمع مع الضو ديال التريه اللي فوق منهم. شاف في الجهه الحاده منو هو كيهضر. الا نط نقدر نجرحك، انا راني ما كنقدرش نقطع الثوب، قالته هي مركه على سنانها. انت كتعرف تقطع غير اللحم. شاف في عينيها وسكت، وهو كيحرك لسانه في فمه. بان شبح ابتسامه صغيره على شفايفه، ومن بعد قال تماما. خدات نفس عميق، كانت محتاجه للوقت لهديك الفرصه اللي كتسنى. داكشي علاش ما كانش مصلحتها انها تعاند. هادشي فاش كانت كتفكر. حيدات الساكادو ديالها لحتو حداها وبدات كتحيد في التيشيرت. قال المره الاولى ما تعكستيش بحال هكا، خنزرات فيه. ديك الساعه ما كنتش عارفك قتال. تبسم، وحتى دابا حاولي تنساي بلي انا قتال. شافت ليه في عينيه ما نقدرش. تبسم بالجنب وقال شفتي، قلت لك كتكذبي. عرفاتو اشنو قصد انها كذبات فاش وعدته بلي غتنسى. اشنو عرفات عليه الا خلاها تمشي. ما كذبتش، غادي ننسى ملي نبعد عليك، غير خليني نمشي. مد يديه، شد راسها وهزو قابلو معاه. عينو في عينها، بقى كيشوف فيها. شفت بلي عينيه ما بقاوش باردين وخاويين مظلمين كيف قبل، كانوا دافيين. بالعريق وعاد نطق، ولأول مرة نبرتو كانت مختلفة، ما فيها لا حدة لا برودة لا قسوة ولا أمر. كان فيهم نوع من الضعف، من الحاجة، من الترجي. قال بقاي معايا، ما بغيتش نقتلك وما غاديش نخليك تمشي وتخليني، غتبقاي معايا هنا. هاد المرة ما قالهاش بحال لا كيطلبها، انما كيعلمها انها غتبقى معاه، بحال الا هو خدا القرار وهي ما عندهاش الحق باش ترفضه. قال 3 الاحتمالات واختار بنفسه واحد، وكان الأسوأ بالنسبة ليها. كانت كتفضل يقتلها على انه يخليها تعيش معاه. علاش؟ كيشوف في عينها بحال مجلي فيهم. هادشي اللي كنحس به دابا بغيت نحس به ديما، ولكن انا ما نقدرش نعيش معاك وانت كتقتل الناس. حرك راسو بالله، انا ما كنقتلش الناس. وشكون هادوك اللي في الفريقو الفوق؟ هادوك عائلتي. والساعات عينيها، غير بوحدهم اللي قتلت، وما ناوي نقتل حتى واحد من غيرهم، كنقسم ليك. صدمها، الكلام هرب منها وهو قبلها. غمضات عينها، حس ما حملاتوش يقرب ليها وتقززات منه. دفعاته بشويه وقالت علاش قتلتيهم؟ بقات كتشوف في عينيه وكيبانوا ليها رجعوا طبيعتهم، البرودة والظلام. شعر جسمها وقف وحلقها نشف من منظرهم هكاك، وكيفاش في اللحظة تبدلوا. تراجع بشوية حتى تلقى ظهره بالفوتاي وحط عليه راسو، كيشوف فيها ولكن عقله ما بقاش مركز معاها. سؤالها بدا كيدور في راسو مع بزاف الاصوات الاخرين. راجل صوته خشين وثقيل بالشراب كيغوت وكيسب، صوت مرا كتبكي بالجهد وكتغوت لشي واحد يعتقها، صوت الماعن والاتات كيتهرس، صوت بنت مراهقة كتبكي بالجهد وكتغوت ب4 الكلمات ايطالية. بابا عافاك بابا، بعد منها. صوت ولد كيسب وكيغوت، الاصوات كيتجهدوا والذكريات كيدوزوا قدام عينيه، خصوصا وحده مطبوعه في عقله واضحه بتفاصيلها. ماما طايحه في الارض بفستانها البيلج المفضل اللي مزوق بوريدات، نيفها وفمها كينزفوا، وباباه اللي راجع للدار بالليل سكران بعد ما خسر فلوسه كاملين في القمر، واقف حداها كيضربها بالركالي وهي كتبكي وكترجاه باش يحبس. الكلبه وليتي كتخبي عليا الفلوس. خوه الصغير طفل في عمره 8 سنين، بيجامه النعاس كحله مزوقه بالدباديب، جاي كيجر في باه باش يبعدو على امه، هو كيبكي وكيغوت بعد من ماما بعد. كيشوف كيفاش باباه دفعو حتى طاح حداها، حيد السمطه من سروالو وبدا كيضربهم بجوج بيهم.
كيشوف ماماه كيفاش حضنات على خوه مخبياه كتحميه، وكتهز الدقات كاملين وهي كتغوت بارك عافاك. وفي نفس اللحظه كيسمع صوت بكا اختو الرضيعه جاي من جهه بيت النعاس. كيتفكر راسو هو ولد 11 عام تحت من ناموسيته في الارض متكي على كرشو، جمع يديه وحاط عليهم دقنو، حداه الطوموبيل اللعبه ديالو. كيشوف هداك المشهد من الباب اللي خلاه خوه محلول ملي مشى يعاون امو، عينيه خاويين ما فيهم لا الم ولا حزن، فراغ كبير وبرود ما كيليقوش بالملامح الطفوليه ديالو. مشهد كان كيشوفه من نهار حل عينيه في هاد الدنيا ومازال كيشوفه الان، حتى قرر قبل 5 شهور يدير ليه نهايه، يحبس المهم هما وغواتهم مره وحده وللابد. ملي تعطل باش يجاوب قالت كاسيو كنت باغي نقتل باب وحده ونهني عائلتي منه، ولكن عرفت باللي واخا يموت حتى حاجه ما غادي تسالي، غيبقى حي في عقولهم ومحرم عليهم يعيشوا. كان خاصهم يموتوا باش يرتاحوا، داكشي علاش قتلتهم، عاونتهم باش يرتاحوا، هنيتهم من الضرب والصداع والمشاكل. هادو هما الكلمات اللي وجد باش يقول، ولكن ملي فرق شفايفه وحرك لسانه خرجت هضره اخرى. قال حس فيهم الصداع، هزت حاجبها وابتسامه جانبيه بانت على شفايفه. با امي خويا واختي كلهم كان فيهم الصداع، كانوا كيغوتوا بزاف وكيقلقوني. بلعات ريقها كيغوتوا وعلاش كتاكلهم؟ سؤالها كان مغلف بامل زائف. تمنات يقول ليها باللي ما كياكلهمش ويكون الشك ديالها خاطئ، ولكن هو ترخاو ملامحه وبان شبح ابتسامه على وجهه. في الاول كنت باغي ندفنهم، ولكن فكرت انني نجرب، بغيت نعرف واش بصح لحم البشر بنين كيف كيقولوا اولا غير كذوب. حبسات راسها بزز باش ما تقياش ليه على وجهه، زمات شفايفها وزيرات على سنانها وعينيها غرغرو. قال كاسيو صدق بنين، هداكشي علاش قطعتهم وحطيتهم في الفريغو الفوق وقررت ناكلهم. شعور التقزز كيكبر فيها، وهضرتو في هادشي بهاديك الطريقه البارده كتزيد تخليها تخاف. يعني حتى انا غتقتلني وتاكلني؟ حرك راسو بلا لا انتي لا، هما كليتهم ميتين اما انتي. عينيه لمعو كيشوف في عينها الخايفين. غنبقى ديما ناكلك وانتي حيه. وغمزها، شافت الجنب ومعتها كتزيد تقلب. خفت صوتو كيهمس حدا ودنها. غتزوجي بيا وغتولدي معايا راكيل، غنعيشو هنا انا وانتي وولادنا، وما تخافيش انا ماشي سكايري وقمار، ما غاديش نضربك كما كان كيدير با، انتي ما غاديش تبكي، وهداكشي علاش حتى واحد ما غادي يموت، كنوعدك بهادشي. خدات نفس عميق خرج كيرتعد، حسات براسها ما بقاش قادره تستحمل. شافت جهته ونطقات. بغيت نمشي للطواليت. هز راسو بشويه وتقابل معاها، عينو في عينها، كتحس بيه كيقراها بحال غيعرف فاش كتفكر، وهادشي كيزيد يخوفها. طلق منها بشويه وحرك راسو بواخا. طلعات باقصى سرعه تقدر عليها بحكم رجليها فاشلين، ذاتها كلها فاشله. دخلت للحمام وسدات عليها من الداخل، حلت الروبيني وبدات كتكب على راسها الماء. كانت محتاجه تصحصح وتوعى، كانت محتاجه جسمها وعقلها يتوقدوا. بدات كتقلب بعينها في الحمام وهما يبالوا لها تقاشرها وسبرديلتها. لبساتهم، خرجات من الحمام وهي مقرره اشنو غادي دير. شافت في هذاك الكولوار وما بانش ليها الاثار ديالو. تحركت بشويه عليها وبدات هابطه الدروج بلا حس. كتسمع صوت الموسيقى من خافض جاي من التورن ديسك، وبان ليها هو واقف ورا الشرجم، وراه كانت الطابله عليها قرعه النبيد، وهو كان هاز كاس في يدو كيشوف من الزاج لبرا. كان كيبان ساهي. شافت في الطبله كان مازال محطوط تليفونها وحتى سوارتو. بلعات ريقها وحمدت الله حيت الموسيقى خدامه، ويمكن هادشي ما يخليهش يسمع خطاويها الا قربات ليه. كانت ناويه تسنى الفرصه المناسبه باش تحاول تهرب، ولكن عرفت باللي هي اللي خاصها تصنع هذيك الفرصه. عرفت باللي خاصها تحرك ودير شي حاجه. كانت كتفكر انها تقبل العرض ديالو وتبقى معاه وتسايرو حتى تعرف كيفاش دير تهرب،
ولكن راجل بحال وقتل عائلته كياكلهم مستحيل تثق فيه، فأي لحظة ممكن يتقلب عليها ويقتلها، وهذاك الشيء علاش كان خاصها تتصرف قبل ما يوقع هذا الشيء. بدات كتمشى بشويه لجهته وقلبها كيضرب بالجهد. كاسيو كان ساهي كيتفرج في الشتا اللي كطيح برا، وكيسمع الموسيقى المفضله عنده وكيفكر فيها هي. فهاد الشيء اللي كيدير نادم شو هو متاكد من القرار اللي خدا، باغيها تبقى معاه باي ثمن. كانت بحال شي مخدر جديد اكتشفه، دمنو من اول تجربه وما باغيش يحبسه. كان باغيها تبقى معاه ويتزوج بها ويدير معاها عائله اللي ما عمره فكر يديرها. كانت هذه اول مره وما قادرش يستوعب كيفاش بنت يلاه تلقى بها خلاته يفكر بهذيك الطريقه. هو كان معقد من هذه الناحيه، ما عمره بغى يرتبط بشي وحده ويدير معاها اولاد، حيت كان في اعماقه خايف شي نهار يولي بحال باه. راكيل خربقات ليه الوراق، خلاته ينسى الحذر ديالو لدرجه انه غلط ونسى الساروت في الحمام ملي يلاه دخلها للدار، نسى شنو كان مخبي تما. ولكن الغريب في الموضوع هو انه بعد ما ذاقها وعاش معها لحظات حميميه، ولا هو اللي باغيها تعرف. واخا يعيا يكذب على راسو ويخبي، الحقيقه هي انه عجبو الحال من اللي عرفات، حيت كان محتاج لسبب باش يربطها معاه وما كانش لاقيه. كان محتاج سبب يقنع به راسو، وانها تعرف السر ديالو كان احد الاسباب. كون ما عرفاتوش كان غيكون مضطر يسمع لعقله ويخليها تمشي في حالتها وتكمل حياتها بعيد عليه. من اللحظه اللي تلاقاو فيها وهي كتلعب ليه بعقله بطريقه غريبه ما فهمهاش. شخصيتها الحمقى والجريئه هي اللي خلات كل شيء معاها يكون مميز، حتى العلاقه الحميميه ما فهم فيها والو وما باغيش يفهم، حيت ماشي مهم بالنسبه ليه. المهم هو راكيل تبقى معاه وحده، تولي مراته وديالو. سمع شي صوت منخافض وحس بالحركه موراه، قطعوا افكاره، ومع الدوره كل شي وقع بالزربه. ضرباتو راكيل بقرعه النبيذ للراس بالجهد، وطاح الكاس من يدو للارض، تشتت وتزلع النبيذ حتى ترش على الحيوط. قال بشويه مزير على سنانو، كلبه. وساعات عينيها كيرعشو ملي ما طاحش، كيبان ليها غير دور راسو للجنب. شد راسو وهو مغطي بالنبيذ الاحمر وقطرات من الدم. تراجعات هي خطوه اللور كتشوف فيه مصدومه، والقلب ديالها وصل لحلقها، معصب عليها. توقعات هذيك الضربه غادي تطيحو او لا تقتلو، او لا على الاقل تخليه غير يفقد الوعي. ولكن هو كان مازال واقف. كيبان ليها هبط يدو اللي كان شاد بها بلاصه الضربه، وبجوج شافو في يدو حمراء بالدم. رجعت شافت في وجهه، في ملامحه اللي مازال بارده، شعره فازق بحال حوايجو بالنبيذ الاحمر، وخطوطه من الدم نازلين من الجنب ديال جبهته غادي يلدقنو. شاف فيها ونطق بهدوء، علاش ضربتيني؟ بدا كيقرب منها، هزات الكرسي اللي حداها واخا ثقيل باش تضربو، ولكن هو شدو منها وخبطو مع الحيط حتى تشخشخ، وهي غوتات. قال انا باغيك تعيشي، ولكن انتي. بدا كيتعصب، كيبان ليا باغيه تموتي، باغيه نمشي في حالاتي، باغيه نهرب. هاربه منه وكتزف عليه بايدك ورجع قدامها. قال راكي غير كتعيف راسك، ما عندك فين تهربي مني. دم غطي نص وجهه وحتى عنقه، وبدا كينتشر في التيشيرت ديالو الكحل من الفوق. كان كيخلع خصوصا مع نظرات عينيه المظلمين والابتسامه اللي ما كتعرفهاش امتى كتبان على وجهه وامتى كتمشي. هزات واحد الفاز بغات تضربو به، ولكن هو كان سريع منها، شد دراعها واخدا منها الفاز لاحو الارض، تهرس وهز يدو للفوق، صرفقها حتى طاحت في الارض بالجهد. صفعه وحده منه كانت كافيه باش انها تجليها. طعم الدم كان قوي في فمها، عنقها كيضرها، خدها كيضرها، وهو بدا كيدور بيها بشويه بحال شي مفترس كيدور بالفريسه ديالو، كيلعب بيها وكيرعبها نفسيا قبل ما ياكلها. علاش راسك قاصح؟ علاش كديري غير داكشي اللي ما خاصكش ديري وكطيحي راسك في المشاكل؟ مد يدو قدامه كيشوف فيها بغضب كبير. ضربتك وانتي اللي خليتيني نضربك. زير على قبضة يدو، بغيتي ترجعيني بحالو يا راكيل. صوتو كان كيوصلها ثقيل حيت ضغط، ولكن كانت كتسمعو.
شي حاجة كانت كتلمع في الطرف د عينها. ملي دورات راسها تشوف بان ليها الموس، نفس الموس اللي كان شاد في يدو هددها يقطع ليها به حوايجها. كان مليوح في الارض تحت من الطبلة. توسع بؤبؤ عينها ملي شافته، وتصدفق الادرينالين في عروقها بحال الا لقات تذكرة النجاة. مدات ليه يدها بغات تهزو، وقبل ما توصل ليه حسات بيد شدات شعرها كيقعدها. كانت كتألم بالجهد، جسمها كيضرها، وهو مازال تا ما ضربهاش بصح، مازال ما نواش يعذبها ويقتلها. هادشي كامل يالله غير بدا. كتخايل حجم الالم النفسي والجسدي اللي غيخليها تذوق قبل ما يرحمها ويقتلها. هادشي لا كانت عنده شويه الرحمه وما قررش يعذبها حياتها كلها حتى تموت على خاطرها. وقفها قادها معاه وتحنى عندها بوجهه اللي حمر بالدم. قابل وجهها معاه وبقى شاد ليها في شعرها. كان مزير على سنانه ودمه سخون هابط مع الجرح اللي في راسو واللي كان كيضرو، والمنظر ديالو هكاك كان بصح كيخلع. علاش ما باغاش تبقاي معايا؟ يد شاده بها على التيشيرت جهه صدرو، ويد شاده يدو اللي في شعرها. حيت انت مريض، قال بالغوات. وشنو المشكل؟ حتى انت راكي مريضه في حالي. قرنات حجبانها. انا ما كنقتلش الناس، ولكن كنتي باغيه تقتليني. زيرات على سنانها كتشوف في عينيه بانفعال كبير. حركات راسها بالله. لا ماشي بحالك، انا الا قتلتك غنكون كنقتلك حيت كندافع على راسي، اما انت قتلتي عائلتك كلها حيت انت مريض، انت وحش. ضحك وقال وحش، وهاد الوحش بغاك وليتي ديالو، ما غاديش يخليك تبعدي عليه، ما غاديش تهربي منه، وغتبقاي عايشه معاه حتى تموتي انتي او لا يموت هو. هدرت وخلى جسمها يدير ردة فعل بلا ما تخطط ليها، وحيت ما توقعهاش ما قدرش انه يحبسها. هزات رجلها بالجهد وضرباته الحجر بقوتها كلها. توسع عينيه بالجهد وتحبست فيه النفس. طلقها وتحنى شاد على جسمه مزير عليه، وهي استغلت الفرصة ومسات كتجري تحنى تحت الطابلة. هزات الموس، ما جات فين توقف حتى كان شدها عاود من شعرها، ومع الدورة مع وجهات الموس بقوتها كلها باش تطعنو، ولكن هو عاود كان سريع منها وشدو بيدو بالطرف الحاد من الموس قبل ما يقاس صدرو. وساعات عينها كتشهق والدم كيسيل بالجهد من يدو اللي يدها في الطرف الاخر من الموس سخون. تلقات الموس كتغوت وكترعد من الصدمه والخوف، وهو لاح الموس بالجهد عامر بالدم ديالو الارض، وبنفس اليد اللي كتنزف جيفها من عنقها بالجهد، وبقى غادي بها حتى لصقها مع الحيط. حدا المدفأة عقد حجبانو ومزير على سنانو كيف ما مزير على عنقها. عينيها واسعين والنفس مقطوعة عليها، كتحس براسها صافي كتموت. كاسيو كيهضر بين سنانو. الا ما بغيتيش تعيشي معايا غتموتي، ما غنخليكش تمشي يا راكيل. كتقمش وكتضرب في دراعو الصلبة بلا نتيجة وكتقول ما قدراتش تهضر، ودو كتزيد تصير عليها، حاسب اللي غادي يطرطق ليها عنقها بيدو، وغيكون هذا هو سبب موتها ماشي نقص الاكسجين. هبطات يدها كتقيس الحيط في جنابها بحال كتقلب على باش تفك راسها. حسات براسها قاست شي حاجه قاصحه وبارده. كانت هذيك الحديده الطويله اللي كيحركوا بها الخشب في المدفأة. شدتها مزيره عليها، قادتها في يدها وهي عارفه بانها املها الوحيد والاخير، وبلا ما تفكر حيت ما عندهاش الوقت طعناته في جنبه. هز حجبانو وفي نفس اللحظه رخى عليها وتراجع كيشوف لتحت. الحديده مغروسه في جنبه وهي اللي شداها بيدها كترعد. خدت نفس عميق كتنهج، كتشوف فيه في الحديده كيبان ليها مازال واقف، عارفه بلي هذيك الجرحه غاديش تقتلو. هذاك الشيء علاش جرات الحديده خرجاتها منه، وقبل ما يعاود يهجمها هزتها للفوق وبالقوه ديالها كلها وضرباته للراس وهي كتغوت موت موت. واخيرا طاح، تزدح مع الارض بالجهد. عنقها ولا عامر بالدم، والتيشيرت البيض ديالها عمر. الشفه ديالها كتنزف من الجنب ويدو مصور على خدها حمراء. بدات كتشوف فيه طايحه على كرشو منشور،
وكتقول هي كترعد: قتلته، انا قتلته. كتحرك راسها بالله. تلقات الحديدة تخبطات مع الارض. مزيان، كان خاصو يموت. ايه كان خاصو يموت. صرفقات راسها مرة وجوج باش توقد. مشات كتجري للطبلة، هزات التليفون والسوارت ديال الباب، ولكن قبل ما توصل ليه وتحلو تفكرات الجيب خاصها الكونتاكت. بكل توتر دارت كتقلب بعينها في الدار. دخلت تلفة وما عرفاش منين تبدا. شافت فيه هو اللي طايح في الارض. مشات ليه كتجري بشويه، جلست حداه على ركابيها خايفاه يفيق في اي لحظه ويشدها عاود. ما متيقاش انه بصح مات. مدت يدها بشويه، قربتها لوجهه وحطات صبعها تحت من نيفو، ولكن ما قدراش تحس بوالو. بغات تقلب النبض ديالو ولكن كان طايح على كرشو وهو ثقيل ما تقدرش تقلبه. بدات كتقلب ليه في جياب سروالو، لقاتو ونات تاني كتجري الباب، كتحل فيه وكتشوف وراها اللي يكون تابعها. حلات وخرجت كتجري وكتشوف وراها وشتا كطيح مجهده. كانت هذيك وحده من الليالي المميزين في الصيف اللي كطيح فيهم الشتا، بحال الا شهر 11. الحال دافي ولكن الشتا مجهده. ركبات في اللوطو وخبطات الباب موراها. دارت حزام الامان، عانات باش تدخل الكونتاكت في بلاصتو بقوه ما يديها كيترعدو. دمارات وتحركت من تما وهي كتجري متبعه الطريق الترابي اللي عارفاه غيخرجها في الطريق الرئيسي، وفي نفس الوقت مازال كتشوف موراها بحال ما متيقاش باللي اخيرا خرجت من ديك الدار. دقائق كيدوزو وجسمها مازال كيترعد وقلبها كيضرب بالجهد. خرجت للطريق الرئيسي وبانت ليها اللوطو ديالها في الشتا جنب الطريق، ولكن ما حبساتش باش تمشي ليها. خلاتها وكملت طريقها خايفه لا توقف وتنزل ويكون هو تابعها. ما بغات تضيع حتى دقيقه. ملي خرجت للطريق الرئيسي زادت في السرعه، مضيقه عينيها في الطريق حيت صعيب تشوفي في هذيك الشتا وخا السويكلاص خدام. جبدت التليفون من جيبها وحلاتو، كان 4% في الشارج. دخلت النمره ديال ليزا تصوني ليها ولكن الريزو ما كاينش، وكل ما تقطع لابيل كتعاود تصوني: عافاك عافاك عافاك، يلا. دازو دقائق وهي على ديك الحاله، كتشوف في التليفون والو الريزو. شويه من اللي هزات راسها توسع عينيها، الحراره طلعات مع جسمها والمعده ديالها تقلصات. بانت واحد الابتسامه متردده على شفايفها. كيبانوا ليها الضواء ديال الموتيل قدامها قراب، اضواء مهرسه بفعل الشتا. يلاه كتستوعب هذيك الفرحه، سمعت صوت الرنه ديال التليفون، شافت فيه وبانت ليها لابيل غاديه. خاص غير ديك ليزا صاحبتها تجاوب، وبلا ما تحس بدات كتضحك بحال شي حمقى بالفرحه والحماس والصدمه. كتضحك وكتبكي حيت وصلت للعتبه ديال النجاة. بقات ليها غير خطوه، ولكن في لحظه وحده قصيره تبدل كل شيء وتقلب الوضع. ضرب فيها ضوء مجهد من الجنب، وملي شافت ما كانش عندها الوقت باش تستوعب ودير شي ردة فعل وتفادى الصدمه. طوموبيل كتسوق في اتجاهها بسرعه كبيره خارجه من الغابه. تسمع صوت اصطدام قوي. كسيده خلات الجيب اللي فيها تقلب 3 المرات في الطريق وتخرج للغابه. كل شيء وقع بالزربه، غير ثواني كانوا كافيين باش حياتها كلها تقلب مع اللوطو اللي هي فيها. الاصوات كلها حبسات وبقى غير صوت الشتا كتسمعو ثقيل وبعيد، طنين قوي في ودنها. الرؤية كانت مضببة ليها والعالم كامل تقلب مع اللوطو اللي مقلوبة بها. وهي معلقة في الكرسي شدها غير حزام الأمان اللي ما عرفتش كيفاش تفكرات ودارتو في هذاك الوضع، وكون ما دارتوش كانت غتكون دابا ميتة. ايديها مدلين لتحت وحتى شعرها. انفاسها تقال، عينيها نصهم محلول. كيبان ليها تليفونها مليوح لتحت، ما قدراتش تشوفو مزيان وكيبان ليها غير الضو ديالو مضبب. التليفون كانت الشاشه ديالو مشققه، مازال كيتسمع صوت لابيل دايز. فجاه تحل الخط وتسمع صوت ليزا اللي كان ناعس: اش بغيتي يا الويله؟ راكيل وقفوا عينها على التليفون، عقلها مضبب، ما عارفاش شنو واقع وفين هي وما كتحس بوالو. بغات تنطق ولكن لسانها كان بحال الا مشلل. ليزا صوتها ناعس: راكيل كتسمعيني؟ بدات راكيل كتحس بجسمها شوي بشوي، وتمنات كون غير بقى مشلل عليها حيت الالم اللي حست به كان مجهد.
حريق قوي في عظامها، وذكرياتها رجعوا حتى هما بقوة كبيرة وبسرعة. عقلات فين هي وشنو واقع. قالت ليزا بعصبية: علاش مصونيا ليا مفيقاني الا ما بغاش تهضري يا الويله؟ راكيل بزز حركات لسانها. لي حروف كتقولهم وحدين نقزاتهم، ولكن تقالوا ما وصلش كاع الكلام ليزا. راكيل واش كتسمعيني؟ الو راكيل. سمعات راكيل صوت اخر من غير صوت ليزا اللي جاي من التليفون وصوت الشتا. سمعات صوت ديال الباب ديال شي طوموبيل كيتحل وكيتسد بالجهد، ومن بعد صوت خطوات كانوا بعاد وبداو كيقربوا، تقال وبطيئين. متبعهم بشويه حتى وقفوا حداها. دورات راسها بشويه رغم الحريق، كتشوف فيه غير عبر الشرج ملي الزاج ديالو تهرس. عرفاتو غير من القاط ديالو، ما قدراش تحرك او لا حتى تغوت. الدموع كيخرجوا من عينها ويتخلطوا بالدم اللي خارج من جبهتها. عاود دارت بشويه، شافت في التليفون كتسمع ليزا اللي كتغوت عليها وكتسب فيها، وتمناتكم كانت قادره تهضر باش تقول لها كلمه وحده ولي اخر مره، تشكرها حيت كانت صاحبتها وتقول لها بلي كتبغيها، تقول لها شي هضره توصلها لوالديها، اي حاجه، لكن ما قدراتش. الباب اللي جنبها كان قاصح، ما بغاش يتحل. جرو بقوه وتسمع صوته كيتحكم على الارض وهو يتحل. زادت في الوتيره ديال البكا اللي كان بلا صوت، عينيها مازالين غير على التليفون. حسات بيه حتى دخل بالجزء العلوي ديالو عندها ومد يدو كيحل ليها حزام الامان، واخر حاجه شافت قبل ما تطيح لتحت كان تليفونها كيطفى. ما كانش قادره حتى تأن او لا تشهق من حر الالم اللي كانت حاسه به. جرها بشويه خرجها وبدات كتصب عليها الشتا بارده وقويه. جلسها جنب اللوطو اللي مقلوبه وتكا ليها ظهرها عليها ورجليها كانوا مسرحين في الارض، وجلس هو على ركبته قدامها. قرب ليها، الضو ديال الجيب ديالو ضارب فيهم. ملي شافت فيه تمنات يكون شي واحد اخر من غيره، ولكن كان غير هو، كاسيو. ملطخ بالدم اللي مازال شتا ما قدراش تغسلو كامل، ملامحه البارده والمظلمه. شد وجهها بيديه بجوج كيشوف فيه، كيحل ليها عينيها بصباعه مزيان وكيشوف فيهم. من بعد بدا كيقلب لها جسمها كامل واش فيه شي جرح كينزف، وفي نفس الوقت كيهضر بصوته اللي كيبورش بارد كتر من الشتا اللي كطيح عليها، قاسي كتر من الالم اللي كتحس به. كتسمعيني؟ رجع شد وجهها قابلو معاه. راكيل واش كتسمعيني؟ وفي هذيك اللحظه بالضبط وهي كتشوف ليه في عينيه بهذاك الالم الجسدي والنفسي كامل اللي كتحس به. ندمات حيت خرجات من هذيك الدار بلا ما تاكد انه مات تماما. ندمات حيت ما سمعاتش لهذيك الفكره المظلمه اللي جاتها وهي كتحل باب دارو قبل ما تخرج. فكره انها ترجع للداخل وتهز هذيك الحديده وتطعنو في كل جزء من جسمه، خصوصا قلبه، حتى تاكد انه مستحيل يعاود ينبض من جديد. سمعات صوت واحد اللوطو كيقرب، دقات قلبها رجعوا تجهدوا، واملها اللي كان تحرق وتحول لرماد عاود حيا بحال شي عنقاء اقوى من قبل. ما بقاتش بوحدها، انسان واحد اخر في هذيك البلاصه، شخص اخر كيقرب وممكن يعتقها. دموعها رجعوا كيهبطوا وشفايفها كيتحركوا باغيه تغوت، ولكن صوتها كيخرج متقطع. عتقوني، عافاكم، شي حد يعتقني. كتشوف كاسيو اللي مازال جالس قدامها كيشوف فيها بنفس الهدوء، ما تحركش وما شاف جهة الصوت اللي بقى كيقرب حتى حبس جنبهم على الشانطي. كتبكي وكتزيد تهضر بصوتها المنخفض وعينيها في عيون كاسيو. ما عارفاش واش بصح داكشي كيوقع او لا كتخيل بسبب الضربه اللي تضربات في راسها، حيت داك الكالم ديالو كان كيخليها تشك باللي غير هي اللي كتسمع داك الصوت. سمعات صوت باب اللوطو تحل وتسد، من بعد صوت شي راجل كيقرب، صوته مصدوم وكيقول شنو واقع هنا. دورات راكيل راسها بشويه، كتحس بالحريق في عنقها، تلقاو عينيها به واقف في الظلام هاز مضله كحله على راسو. ما بانش ليها وجهه حيت مظلم، وحيت حتى عينيها كانوا مضبوبين والشتا المجهده ما كتخليكش تشوفي مزيان.
ولكن اللي بان ليها هي انه راجل طويل ولكن ضعيف. قالت ليه بشويه عاوني عافاك. خدا كاسيو نفس عميق، وقف بشويه عليه ودار تقابل معاه. هو غادي عنده وهي كتبكي، وبلا ما تحس بدات كتقول هرب هرب. غمضات عينيها قبل ما يوصل لعنده ودارت كتشوف بعيد. ما بغاش تشوف، كانت كتسنى تسمع صوت الغوات المدابزه، شي حاجه قويه. ولكن في المقابل سمعت هذاك الراجل كيقول صوت الكسيده راه وصل حتى للموطيل. اشنو واقع؟ واش كانت باغيه تهرب؟ عاود حلات عينيها والصدمه زادت على ما بها. دورات راسها وانفاسها تقال وشفيفها كيترعدوا، كتشوف فيهم واقفين بجوج بهم، كاسيو عاطيها بالظهر والاخر متقابل معاها. هذاك الراجل دار القارو في فمه وشعل البريكه، بان ليها شويه من الملامحو، شافت غير اللحيه وبشره سمراء. من بعد طفات البريكه ورجعت الظلام. قال كاسيو نقي هاد الدنيا وما تخلي حتى شي حاجه، حيد كل شي من الطريق. حنا راسو الراجل وقال مرحبا. ما زادوش هضروا، بان ليها كاسيو رجع لعندها، تحنا هزها بشويه، دراع تحت من عنقها ودراع تحت ركابيها، ووقف راسها على صدرو العريض وجسمها مخشي فيه. كان ثقيل وضعيف على العاده، ماشي بسبب الجرحى اللي في جنبو، هذيك كانت جرحى بسيطه محتاج غير يعقمها ويخيطها. اللي مأثر عليه هو ديك الضربه اللي كانت في راسو واللي كتخليه يضرو بالجهد وتشدو الدوخه مره. قال ليها هو كيشوف فيها قلت ليك ما غاديش تهربي مني، من اليوم انتي ديالي وما غاديش يعجبك داكشي اللي غندير فيك. كانت هذه اخر حاجه سمعت منه قبل ما تفقد الوعي وتظلم الدنيا في عينها. اللوطو ديالو كانت تبعجات من القدام، حل الباب وحطها فيه. شاف هذاك الراجل والاخر حرك ليه راسو. دار كاسيو ركب في بلاصه السائق ديمارا ودار كيسوق في الشانطي في الطريق اللي جات منه راكيل راجع لدارو. عند ليزا تقدات في الجلسه على الناموسيه ومالت شعلات الاباجوره اللي حدا راسها، عينيها مغمضين، حجبانها معقودين حيت نعاسها خسر. تاكدات من الساعه كانت 3:30 وقالت الحماره مصونيه ليا في هاد الوقت وزايدها قطعه عليا. عاودت صونات عليها ولكن كيوصلها غير هاتف مخاطبكم غير مشغل. قرنات حجبانها، عاودت تاني كتصوني وما جاوباتش. قالت يمكن صاحبتها غير قاصت التليفون وصافي، ما دارتش في بالها. تفوهات ومن بعد طفات الضو ورجعت تنعس. من بعد 5 ايام 11 ديال الصباح والشميسه في السما وسط غيوم بيضين مفرقين في الموتيل ورا الكونطوار ديال الاستقبال كانت جالسه واحد المراه طبوزه سميتها جيسيكا، تيشيرت واسع في الزرق وسروال بيض. حداها على الكونطوار كانت فرفاره بيضه محطوطه خدامه وكدور حال البيسي قدامها على واحد السيت ديال المجوهرات، كتطلع في الباج وكتشوف فيهم باهتمام. سمعات صوت شي طوموبيل بلاصات وهي تهز راسها كتشوف جهه الباب اللي محلول. هزت حاجبها وبدات كتقاد في الجلسه. كانت الطوموبيل ديال الشريف ديال اقرب فيلاج ليهم، بيضه وفيها الكحل ونجمه ذهبيه كبيره في الجناب. بقات كتشوف حتى هبط الشريف من القدام وهبطوا معاه 2 رجال. هو كان راجل خمسيني تجاعيد معمرين ليه وجهه باللبسه الرسميه القهويه والشعر على صدره، والاخرين كانوا رجال ثلاثيين بحوايج كاجوال. جا داخل ولكن الاخرين بقاو كيشوفوا بجنابهم، كانوا نظراتهم مركزين وحادين. وقفات جيسيكا وتبسمات مستر جون صباح الخير. تبسم صباح الخير جيسيكا اش خبارك؟ بحال ديما لاباس. شكون هاد الرجال اللي جاو معاك؟ دار شاف فيهم كانوا داخلين هادو البوليس. عاود جيسيكا هزات حاجبها وصلوا لعندها، مد واحد منهم يدو وقال المحقق جورج كلارك. جبت الشارة ديالو وراها ليها واشار للراجل اللي حداه وهذا المساعد ديالي برونو. جيسيكا سلمات عليه متشرفين، فاش نقدر نعاونكم؟ قال جورج جينا كنقلبوا على واحد البنت. دار يدو في جيبو اللوراني السروال، جبد واحد الحاجه كانت مسافره في هاد الطريق ويمكن تكون بات هنا. جيسيكا حركات راسها بواخا وواحد قدامها تصاور
البنت اللي جبد من جيبو راكيل. هزاتها كتشوف فيها، والمحقق اشار للصوره ديال راكيل. هذه هي اللي كانت مسافره في هاد الطريق. وامتى هادشي؟ الخميس اللي فات. حطات التصويره ودفعاتها لعندو. لا ما شفتهاش. عاود دفعها لعندها. تاكدي راك ما شفتيش مزيان. تبسمات. مستر جورج، هاد الطريق من هادي 5 سنين وهي خاويه، حيت تحلات الطريق الاخرى اللي حسن منها. يعني الا جانا كليان واحد في السيمانه كنفرحوا وما كنساوش وجهه. وهاد البنت حطات صبعها على راكيل. كنأكد لك بلي ما حطاتش رجليها في الموطيل ديالي هاد الشهر كامل. قال الا ما بانش في الموطيل تقدر تكون وقفات في ستاسيون. كيخدم معاك هنا شي واحد، يمكن تكون جات فاش كان هو. الحركه ناقصه، هذاك الشيء علاش ما كيخدم عندي حتى واحد. كاين غير ولدي اللي كيعاونني. كلميه ليا. هو دابا قاطعها صوت الطوموبيل الاخرى وقفات قدام الموطيل، وهي ميلات راسها الطل وتبسمات. ها هو جا. كانت شاحنه صغيره بيضه، اللور ديالها معري مستف فيه بزاف ديال الخشب وسناطق فيهم الفريز والليمون. تحل الباب ديال الشيفور ونزل واحد الشاب. كان في اواخر العشرينات، طويل ولكن ضعيف، عيون عسليين، تيشيرت رمادي فازق بالعرق وسروال جين مسخ شويه بالغبره، والبوت ديال البلاستيك في رجليه. تحل الباب الاخر ونزل كاسيو، سروال جين والقاط قهوي والفوق تيشيرت بيض. كان داير قارو في فمو، ملي هبط لاحو في الارض وعسف وعفط عليه. وجهه عنقو عرقانين. الرجال بثلاثه وحتى جيسيكا معاهم خرجوا لعندهم. جورج بعينيه كيتفحص كاسيو والاخر وكيشوف مؤخرة الشاحنة وداكشي اللي فيها. قال جون بابتسامة: سينيور كاسيو صباح الخير. تبسم كاسيو: صباح الخير جون. جون قرب من الشاحنة ومد يدو هز واحد الفريزة. وانا فين حقي؟ في العشية يوصلك. جون ضحك وهو كيمسح الفريزة قبل ما ياكلها. جيسيكا شافت فولدها اللي كيشوف في المحققين بجوج وقالت: دانييل، هادو البوليس بغاو يسولوك على شي حاجه. شي حاجه؟ جورج مد ليه التصويره. كنقلبوا على هاد البنت، واش ما شفتيهاش؟ دانييل كيحك في الحيط وكيشوف. لا ما كنظنش. قالت جيسيكا: قالوا باللي هادي كانت في هاد الطريق نهار الخميس، شاكين واش تكون بات عندنا في الموطيل. قال دانييل: الى على هاد السيمانه انا متاكد ما شفتهمش هنا. كاسيو مد يدو لدانييل عطاه ديك التصويره، وجورج كيشوف فيه هو وبرونو، وجون هو اللي تدخل باش يشرح. قال: هذا كاسيو، وحتى هو كيسكن قريب لهنا وديما كيسوق في هاد الطريق في الصباح والعشيه، كيمشي للفيرما ديالو. شاف كاسيو، يمكن تكون بانت ليك في الطريق، عندها كتكات زرقاء ودازت نهار الخميس. حرك راسو بالله وقال: لا ما شفتهاش. مد التصويره لجورج اللي كان كيشوف فيه كيطلعوا ويهبطوا وكيركز في ملامحه. برونو اللور هادر مع جيسيكا وهو مازال كيشوف غير في كاسيو. قال برونو: الكاميرات هنا خدامين؟ جاوباتو جيسيكا: الكاميرات تحرقوا كلهم 7 شهور هادي في واحد العاصفه. وعلاش ما صلحتوهمش؟ فاش كيكون عندك مشروع فاشل بحال هذا كتولي تفكر مليون مره قبل ما تصلح شي حاجه الا خسرات. البوله هي الاخرى وما كنقدرش نبدلها الا تحرقات. دانييل وكاسيو مشاو كيهزوا الصنادق باش يدخلوهم، وبدا التليفون جورج كيصوني. جبدو وجاوب وداروا عند ودنو. نعم فين؟ واخا احنا جايين. قطع دار التليفون في جيبو وشاف المساعد ديالو وقال: برونو خاصنا نمشيو، خاصنا نحققوا في شي حاجه. جورج مشى قاصد اللوطو ديال جون وبرونو تابعوا كيسولوا على التفاصيل، بينما جون شاف جيسيكا وكاسيو ودانييل بابتسامه وقال: have a good day. شاف كاسيو اشار ليه بصبعو: غنتسنى الفريز ديالي. كاسيو حرك راسو بنص ابتسامه، وجون مشارك باللوطو ديالو كثيره. ملي غبرو كاسيو شاف دانييل وجيسيكا اللي تنهدات بعمق وقالت: تغدى معانا اليوم؟ غنشويو الدجاج. كاسيو كمل طريقو لداخل هاز الصندوق د البرتقال بلا ما يجاوبها. كان كيفكر غير في شوفات المحقق جورج اللي كان كيدير فيه. مشى جورج هو والمحقق اللي معاه، وصلوا المكان اللي مشاو باش يحققوا
كيثقوا فيه، وكتبان ليهم الطوموبيله ديال راكيل مليوحه من الجرف ومخمجه كلها ولات رماد حيت شعلات فيها العافيه. هادشي كيعني بانها كانت طاحت من الجرف وتحرقات هذه مده. عاد هما ساقوا ليها الخبار. قال جورج والدين راكيل كيأكدوا بلي بنتهم داست من هذيك الطريق، ولكن الناس ديال الموطل كيقولوا بلي ما شافوهاش. قال صاحبو سامويل يمكن البنت كانت متحمسه باش توصل عند صاحبتها باش يمشيو للجبل، هذاك الشيء علاش كملات طريقها في الليل بلا ما تحبس في الموطيل. البنت ما عارفاش المنطقه وغادا صايقه بالليل، اكيد ما بليهاش هاد الجرف وما لقات فين تفراني حتى لقات راسها تلاحت من هنا. قال جورج غالبا هادشي اللي غادي يكون وقع، وحتى من الطوموبيل والجثه راهم تحرقوا هادي ايام. وصلوا ميساج راه صيفط ليك داكشي في الايميل، ولكن علاش كتسول على هاد القضيه؟ ما جاوبش على الميساج. ملي شعل البيسي دخل نيشان الايميل ديالو للبواط ولقاه. دخل ليه لقى واحد الايام اللي ورك عليه داه لواحد الموقع مباشره لواحد المقاله مكتوبه بالايطاليه كلها، ما فهم فيها والو، ولكن عارفها علاش كتهضر حيت فايت تسمع على هذيك القضيه. ضيق عينيه وبقى كيطلع وكيقلب بعينيه على داكشي اللي خلاه يرجع تاني ويسول على هاد القضيه. 9 ديال الليل وكيبان الحال مظلم برا من الشراجم اللي مسدودين، التريا والاضواء ديال الدار كلهم شاعلين. صوت اغنيه ايطاليه هادئه وقديمه جايه من التورن ديسك، وصوت ازيز اللحم اللي محطوط على المقله، ريحته عاطيه في الجو كتخلي الريق يسيل. وقف عليه كاسيو في الكوزينه بسروال رياضي كحل والفوق ما لابس والو، صدرو السمر الصلب كان معري والعضلات مستفين، وفاطمه مغطيه جهه الطعنه اللي دارت ليه راكيل. شعره مخربق هابط على جبهته وبدا كينشف من الدوش اللي يلاه دوش. قدامه على الفورنو 2 مقلات كل وحده فيها ستيك كيطيب مع الزبده والثومه واليازير. كيتحرك تماك بهدوء وكالم، مسيطر على الوضع كيف العاده ومسترخي. جبد 2 طباصل بيضين وحطهم على الكونطوار، طفى الفرن على المقالي، طفى الفران وجبد طاوه فيها الخضره، حط كل شي قدامه بدا كيحول الطباصل كل ستيك في طبسيل ومعاها الخضره المحمره وفوق منهم لاصوص. هز منديل بيض كيمسح اطراف الطباصل بكل اهتمام بحال شي شاف، من بعد هزهم ومشى بهم جهه الطبله. تما كانت كتسناه قرعه نبيض ايطالي فاخر من النوع اللي كيعجبو، و2 كيسان د الكريستال كيلمعوا مع الضوء. حط الطبسيل قدامه وطبسيل قدامها هي راكيل جالسه على الكرسي اللي مقابل معاه، شعرها كحل مطلوق وفازك، لابسه غير تيشيرت ديالو بيض. كتشوف قدامها مباشره وحده من يديها كانت ملويه في الفاصمه حتى المرفق، ولابسه باندا. الكدمات والجروح في ساقانها وفي وجهها مازالين ما براوش وكيبانو. كتبان ساهيه ثقيله دايخه كترمش ببطء. جلس في بلاصتو مقابل معاها، هز القرعه حلها وكب كاس حطو حداه، من بعد كب واحد اخر وحطو حداها هي. هز كاس وشرب منه، هز الموس والفرشيط وبدا كياكل. هدوء كبير كيقتل، برود وسكات، كيتسمع غير صوت الموس والفرشيطه ملي كيقيسوا التبصيل، والموسيقى الهادئه بينما هي مازال جامده وما كتحركش. كيتحرك غير صدرها بشويه ملي كتنفس وعينها ملي كترمش. كاسيون نطق بشويه هو كيشوف الستاك اللي قدامه كيقطع منه. البوليس جاو البارح كيقلبوا عليك. راكيل ما دارت حتى ردة فعل غير كتشوف فيه. قال لقاو طونوبيلتك فواحد البلاصه بعيده محروقه. دار قطعه اللحم في فمه من بعد ما رجع اللور حتى تلقى ظهره بالكرسي، كيشوف فيها وكيمضغ. عينيه في عينيها حتى بلع. بنادم يقدر يدير اي حاجه الا عطيتيه بزاف ديال الفلوس، يقدر يدير كل شيء على قبلك ويعاونك تخبي الجريمه ديالك وتفلت منها. هز كاس النبيذ دارو فمو يشرب منه. كان خاصك تشوفي دانييل وهو كيهضر مع المحقق وكيقول ليه ما شفتكيش. تبسم بالجنب بحال الا ماشي هو اللي ساق طونوبيلتك حتى للجرف ولاحها من تما. كيشوف في عينيها النايمين وكيتفكر تفاصيل هذاك النهار فاش مشى عند دانييل وجيسيكا وعرض عليهم بزاف ديال الفلوس مقابل انهم يعاونوه في الخطه اللي دار،
وحيت مشروعهم فاشل ومفلس وهما كانوا في الهاويه ومحتاجين لهذوك الفلوس، هذاك الشيء علاش وافقوا واخا عارفين الخدمه اللي غيديروا معاه ماشي قانونيه، وكانوا مستعدين كاع يقتلوا على قبله وعلى قبل داك المبلغ اللي عرض عليهم. وفي نفس النهار هزوا اللوطو ديال راكيل وداوها للجرف. ملي وصلوا كان ظلام، بالليقات في يديهم وحوايج خاصين من البلاستيك مغطينهم كاملين باش ما يخليو حتى دليل. شدوا طوموبيل راكيل وحطوا فيها الاغراض ديالها مع تليفونها اللي كانوا شعلوه ومحاو منه كلشي، وشدوه شخشخوه مزيان. دمراو الطوموبيل وطلقوا ليها الفرامه وخلاوها تلح من داك الجرف، طاح الارض وتشعل فيها العافيه وتطرطق. كان معاهم كاسيو اللي كان كيصور كل شيء، كان خاصو ضمان باش ما يبيعوهش من بعد ما يساليو ليهم الفلوس او لا يبقاو يهددوه. داكشي علاش صورهم وخلاهم هما اللي يديروا هذاك الشيء ويخفيو الاثار. كاسيو وزع الادله اللي كانوا موجد واللي كلهم فيهم البصمات والاد ان دراكيل. قراعي ديال الشراب فيهم بصماتها حيت خلاها تهزهم في الدار ودار ريقها في الفتحات ديالهم. حقنا من نفس المخدر خاويه كان دكها ليها هذاك الصباح، الشعر من راسها على الوساده، حوايجها، الموقع كله كان مصايب بطريقه احترافيه ودقيقه باش يبان بصح باللي راكيل داس من داك الجرف. وحيت ما عارفاش المنطقه وما عارفاش الطريق والدنيا كانت مظلمه ما بانش ليها الجرف وطاحت منه. ما خلاو وراهم حتى دليل وركبوا في اللوطو ديال جيسيكا ورجعوا في حالاتهم وخلاو الامور للقدر يتكلف بها. خدا كاسيو نفس عميق ورجع من ذكرياته ملي الموسيقى حبسات. حط الكاس من يدو وناض من بلاصتو، مشى جلس في الكرسي اللي حداها، مد يدو شد دقنها ودور وجهها عنده. كانت مرخيه حيت دق ليها المخدر القوي، جسمها كان كامل مقصح ومحتاج انه يبرى، وعارف الا ما كانتش مخدره غادي تبقى كتقاوم وهذا الشيء غيضرها اكثر ما يضره هو. هذاك الشيء علاش اختار يخليها بحال هكا حتى صبرا. قال بصوته الهادئ: ما تخافيش من اللحم اللي قدامك، راني بديت كنصيد الغزال على قبلك، وملي يسالي اللحم اللي الفوق غنولي ناكلو معاك. طلع يدو كيدوزها على شعرها: ما غادي نبزز عليك والو، الا ما بغيتيش ما تاكليش. ما كنتش باغي هادشي كامل يوقع، ما كنتش باغي ناديك، ولكن انتي حتمتي عليا هادشي. نرجعوا عند جورج اللي ترفعوا حجبانه وزاد مال جهة الشاشة اكثر من اللي لقى. علاش كان كيقلب صورة عائلية، اب وام وجوج اخوة رجال واخت 20. صورة كترافق المقال اللي تكتب على الاختفاء المفاجئ لهذيك العائلة قبل 5 شهور، اختفائهم اللي كان باقي لغز لحد هذيك الساعة ومازال الملف ديالها محلول. لقاو دارهم عامرة بالدم ولقاو أداة الجريمة اللي كانت عبارة على موس كبير، ولكن ما لقاوش الجثث ديالهم نهائيا، بحال الا بلعاتهم الارض ب5 بهم، وما لقاو حتى دليل يوصلهم للقاتل. ميل راسو كيشوف واحد من الخوت وقال: هو والله الا هو ماسيمو لورينو. كان كاسيو، وغير شافو بداو الاسئله كيتبناو في راسو. علاش قالوا باللي سميتو كاسيو؟ وشنو كيدير تما في هذيك البلاصه؟ وفين هي عائلته؟ واش عنده علاقه بهذا الحادث اللي وقع لراكيل؟ كاسيو كان كيشوف في عينيها التقالوا المعسلين، مال عندها اكثر وخفض صوته وقال: كاينين شي مغامرات ما خصهمش يتعاشوا، وكاينين شي اسرار ما خصهمش يتكشفوا. عينيه في عينها ووجهه قرب لوجهها حتى قاس نيف ونيفها وقال: وشي ناس ما خاصكش تعرفيهم. حط شفايفه على شفايفها، قبلها ورجع قال: وانا واحد من هادوك الناس راكيل، وانتي عرفتيني، وهادشي اللي وصلنا لهادشي. حط شفايفه على شفايفها، ما كانش كتحس بشفايفه، ما كتحسش بذاتها كامله بحال مشلله، حاله عينيها وكتشوف، ونزلات دمعه حاره من وحده فيهم، بقات هابطه حتى تجلات وسط من هذيك القبله. قطع القبله وحط جبهته على جبهتها وغمض عينيه، تايه في مذاق شفايفها، وهمس بشويه بحال هادر مع راسه وقال: انا المهووس بك. النهايه كانت هذه هي نهايه الحكايه ونهايه قصه
راكيل وكاسيو. كنتمنى ان القصه تكون نالت اعجابكم وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه وانتم كتسمعوا ليها. خليو لي تعاليقكم بخصوص القصه وكيفاش جاتكم احداثها، واش كنتم متوقعين هاد النهايه، وكيفاش جاتكم العلاقه ما بين راكيل وكاسيو واش هاد الحب المجنون واش هاد الهوس. نتلاقاكم في فيديو جديد ومع حكايه جديده، ودابا معليا غير نقول لكم مع السلامه.